كتير ويلا نستمتع. الكرسي ده كان ليك، كان مستنيك انك تيجي تقعد عليه وتاخد القرار انك تيجي تاخد مكانك. بس الكرسي ما بيستناش حد، والنهارده لو ما كانش ليك بكرة هيكون لحد تاني. ربك سبحانه وتعالى من كرمه ولطفه علينا انه بيبعت لنا اماكن كتيرة وشغل كتير وكراسي كتيرة نقعد عليها. كراسي اللي انا بتكلم عليها مش كراسي خشب ولا كراسي جلد، لا كراسي نجاح. يعني مثلا كرسي شغل كان نفسك تقدم فيه وتنجح فيه، كرسي مشروع كان نفسك تعمله، علاقة كان نفسك تكمل فيها. فاللي بيحصل هنا بجهلنا احنا بنتردد وبناخدش القرار في اللحظة اللي احنا فيها. فطبعا الكرسي ما بيستناش حد، الكرسي عايز اللي يبادر في اللحظة دلوقتي حالا عشان تحقق اللي غيرك ما حققوش. فاللي بيحصل احنا بنأجل يوم التاني التالت نروح اللي احنا كنا عايزين نعمله